بعد 30 عامًا فلنتعرف على أبرز الاختلافات بين إطلالتي الملكة رانيا وابنتها الأميرة إيمان في يومي زفافهما. فقد احتفلت المملكة الأردنية الهاشمية بمراسم زفاف الأميرة إيمان بن عبد الله الثاني أمس على عريسها رجل الأعمال جميل ألكسندر ترميوتس. وعلى عكس ما كان متوقعا، جاءت إطلالة الأميرة إيمان مغايرة تماما عن إطلالة والدتها في تفاصيل كثيرة، إن لناحية تصميم الفستان أو موديل الشعر والمكياج وحتى التاج الذي تخلت عنه الملكة رانيا. فالأميرة إيمان تألقت بفستان بغاية البساطة والأناقة من ماركة ديور، فاختارت تصميم ثوب باللون الأبيض ناعم جدا وبأكمام طويلة مع الدانتيل المزين على طرفهما، وتزينت بطرحة طويلة من التول لامست الأرض وجاءت مطرزة بالورود تطريزا مطابقا لتطريز الفستان. وأكملت العروس إطلالتها بتسريحة ناعمة جدا، وهي تسريحة الكعكة المنخفضة. كما اختارت المكياج الترابي الناعم الذي أبرز ملامحها الطبيعية من دون مبالغة. فكيف بدت إطلالة الملكة رانيا في يوم زفافها؟ في عام 1993 استطاعت الملكة رانيا أن تكسر التابو بشأن الفستان الملكي الكلاسيكي، وخرجت حينها عن معايير الطراز الملكي، إذ اختارت فستان زفاف فريد ومميز حتى وصف بأنه أكثر تميزا من الفساتين التي ارتدتها عضوات العائلة الملكية البريطانية. الفستان حينها حمل توقيع المصمم البريطاني بروس أولدفيلد، الذي اشتهر في ذلك الوقت بتصاميمه الفريدة لليديانا. تم تصميم الفستان من الستان والحرير الثقيل وكان مطرزا بالذهب. وأكملت الملكة إطلالتها في ذلك الوقت بقرط من اللؤلؤ وتسريحة شعر مرتفعة جدا من دون أن تزينها بالتاج الملكي. ولكن هل تشابهت إطلالة إيمان بإطلالة الأميرة ميدلتون في عرسها؟ البعض رأى الكثير من التفاصيل المتشابهة بين الإطلالتين في يومي زفافهما، إذ تم تشبيه الفستانين ببعضهما لناحية التصميم البسيط. فجاء فستان إيمان بقصة ناعمة مع تنورة كلوش وغير منفوشة وبأكمام طويلة مثل تفاصيل فستان ميدلتون الذي تألقت به في يوم زفافها. كما أن الأميرة إيمان اختارت مكياجا ترابيا خفيفا لم يخفي ملامحها الطبيعية، في تشابه واضح مع مكياج كيت ميدلتون الترابي والخفيف. وكذلك فإن العروستين تألقتا بالتيجان الملكية في يومي زفافهما، وتم نقل مراسم حفليهما على الشاشة. عندليب دندش لقناة إكس خبر.